السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا كل حبايبي، انا رفيده ممدوح، تكنات اكلك على قدك. هنعمل الكيكه الجميله اللي انتم شايفينها دي، بس الكيكه دي بمربى المشمش او بعصير المشمش. كان عندنا كده مربى مشمش والعيال غضبانين عليها، فقلنا ايه نحطها لهم كده في حاجه كيكايه، وهم بيحبوا الكيكه جدا، عشان كده يعني شكلها وطعمها تحفه بصراحه. اتمنى تجربوها وتعملوا لايك للقناه للفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو كده عشان كل البنات تستفاد. لو عندك حبه مربى كده ما الكل غضبان عليهم، اعملي بيهم كيكايه بدل العصير او بدل البرتقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا نخش على المقادير على طول. معلش بقى ان انا اللي ماسكه التليفون بايديا. دول شويه ملح، دول 3 بيضات وشويه ملح، على 3/4 كوبايه زيت، على 2 كوبايتين من السكر. ادي واحده، ونحط التانية ونحط التانية. انا بقى اللي ماسكه التليفون فسامحوني على التصوير الزباله بصراحه، ماسكه التليفون دي بتخلي التصوير يلقلق شويه. اهو حطينا بقى ايه المهم المقادير: 2 كوبايتين سكر، 3 بيضات، 2 كوبايتين سكر. دي عصير المشمش، مش فراوله، ده عصير مشمش. وحطينا دي كانت مربى مليانه، طبعا انا كنت نخله الدقيق، انتوا شايفين مكان النخل. فحطيت على اهو يا حبايبي ده نص كيلو من الدقيق، عليه 3 بيضات، عليه ذره ملح، عليه باكو بيكنج شيف او باكو بيكنج باودر، ماشي اللي يعجبك المتوفر عندك. مع 2 كوبايتين من السائل، سواء سائل برتقان، سائل مشمش، اي سائل. المربى خفيها بكوبايه ميه، هتبقى ايه مربى مشمش، تمام، هتبقى سائل يعني، تمام. حطينا بقى طبعا في الصينيه دي عملناها، حطينا فيها نقطة سمن كده وعفرناها بالدقيق وصفيناها. ممكن تحط سمن بس ما بتلزقش ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى بنحط الكيكة وندبها خبطتين كده على الرخامة، وبعدين بندخلها على فرن درجة حرارة 180، يبقى فرن سخن. وبعدين نهدي النار خالص، بتقعد حركة تلت ساعة بالظبط. وبعدين بنحطها في الرف اللي في النص، وفوقيها اللي هو الشبكة بتاعة الفرن دي، لو بتعملها في فرن البوتاجاز، عشان تطلع لونها موحد زي ما انتم شايفينها كده. بحبكم في الله. لو وصلتوا معانا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة زي ما انتم شايفينها، جميلة جدا، اتمنى تجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.